السوت اناليسيس عندنا ايه؟ هو 4 مربعات. ماشي، الاثنين اللي فوق الانترنال، حاجات انترنال من جوه. الاثنين اللي تحت حاجات من بره هتؤثر فيا، تؤثر في البيزنس بتاعي او هكذا. ماشي، هم ايه اللي سوات دي؟ 4 حروف. اس دبليو اللي هم الايه؟ سترينثز والويكنسز اللي هم فوق. الاو والتي اللي هم الايه؟ الاوبورتيونيتيز والثريتس. طب بالعربي، السترينثز هي ايه؟ نقاط القوه، الويكنسز نقاط الضعف. تحت الاوبورتيونيتيز الفرص، والتي الثريتس اللي هي الايه؟ التهديدات. فمثلا اول حاجه السترينثز عندي ايه؟ مثلا عندي اكزيستنج براند، انا البراند بتاعي قائم وزي الفل، وعندنا دنيتنا وعارفين مالياتنا وعارفين مش عارف ايه، فده اكزيستنج، فدي نقطه قوه. ماشي، عندي كاستمر بيز، عندي بني ادمين، عندي الاودينس بتوعي، عندي العملاء بتوعي في ريتنشن عالي وهكذا. عندي اكزيستنج ديستريبيوشن، يعني انا مثلا ببيع مثلا، عندي 9 فروع مثلا على مستوى المحافظات، انا المنتج بتاعي بيوصل لمحافظات كتيره جدا وعندي نقاط بيع كتيره جدا، فانا عندي اكزيستنج. ليه؟ لان الديستريبيوشن ده مش بالساهل، مش ان انت توزع دي بالساهل خالص، فدي نقطه قوه مهمه جدا. ماشي، الويكنسز، والله عندي هيومن ريسورس، عندي بني ادمين قليلين في الشغل، تمام، في التيم بتاعي. اوكي، فمثلا ما عنديش غير واحد بس هو اللي بيعمل شاي وقهوه وبيجيب لنا الفطار وبيعمل الكونتنت وبيعمل كل حاجه، تمام، فدي فيه هيومن ريسورس. البراندنج ايدنتيتي مش واضحه، مثلا يا فاطمه عندي الالوان مش واضحه، عندي لوجو بس ما عنديش بقى ولا فونتس، ولا عندي كلر باليت، ولا عندي برايمري وسكندري، ولا عندي باترنز، ولا عندي اللوجوز بتتحط فين، ولا الكرايتيريا، ولا عندي اي حاجه في حته براند ايدنتيتي مثلا مش واضحه. طب الفرص دي جايه لي من بره، فرص جايه لي من بره. اوكي، اللي هو ايه؟ والله في اسواق جديده، يعني مثلا هيلسي اند تيستي كانت بدأ الاول فين؟ هيلسي كولا كانت بدأ الاول فين؟ كانت بدأ الاول في مصر. ماشي، لقيت ماركتس عايزاها، ما شاء الله هيلسي كولا دلوقتي وصلت 9 دول عربيه، ففي ايه؟ ماركتس جديده عايزاها. ماشي، فدي اوبورتيونيتيز. نيو سيرفيس، مثلا انا كنت بقى هيلسي اند تيستي الاول بدات ايه؟ كسوبر ماركت صحي، وبعدين لقيت ايه؟ لقيت ان هم كسيرفيس ممكن يقدموها جديده، ان هم يكونوا مصنعين، يعني هم حاجه جديده ان هم يبقوا هم مصنعين. اخر حاجه الكروس سيلينج. ايه الكروس سيلينج؟ في حاجه اسمها الكروس سيلينج والاب سيلينج. تعالوا نقول مثال، مثلا ياسمين مثلا رايحه تشتري لبس النهارده، اوكي، فوالله البياعه اللي هناك قالت لها ايه؟ بصي يا ياسمين، البلوزه دي جميله جدا، تمام، فحلو ماشي زي الفل، وقالت لها بقى ده هتبقى على الجيب دي هتبقى رهيبه. اوكي، عملت لها هنا ايه؟ اب سيلينج، زودت الفاتوره. ياسمين كانت رايحه تشتري بس الكلوز، السيلز وومن عملت ايه؟ خليتها تشتري عليها ايه؟ كملت الطقم، فهي زودت لها الايه؟ الفاتوره. طب الكروس سيلينج ايه؟ رحنا لكاتيجوري ثانيه، يعني كنت بتشتري مثلا برجر هتاخد تشيكن معاه، هتاخد حاجه، تمام، فرحنا لايه؟ كروس سيلينج، نقلنا لحته ثانيه في البيع، فدي برضو اوبورتيونيتيز، ان انا عندي اوبورتيونيتيز ان انا اعمل ده كروس سيلينج او اب سيلينج. الثريتس، الكاستمر تشويس، اختيارات العملاء، ده تهديد رهيب. ماشي، ده تهديد عام في العالم كله، ولكن اللي بين القوسين ده انا عامله في مصر. البرايس، ان احنا عندنا الكاستمر تشويس دلوقتي بيروح للبرايس، حتى لو هو مش برايس سنسيتيف. مصر كلها دلوقتي بقت برايس سنسيتيف. اخر حاجه النيو انترنس، اللي هم الايه؟ القادمين الجدد للمجال بتاعنا. ماشي، اللي هو ايه؟ انت مثلا بتعمل، انت مطعم فاست فود، انت مطعم سماش برجر، وفي سماش برجر داخل كمان 2 3 4 ضدك منافسين، فانت خايف من ده. اوكي، ان الموضوع ايه؟ مفتوح، مفيش باريرز. الصوت بنسميها سناب شوت اناليسيز. يعني ايه سناب شوت اناليسيز؟ يعني نعملها دلوقتي، عملناها حلوه، شفنا نفسنا عاملين ازاي، هل استفدنا منها اي حاجه غير ان احنا عرفنا احنا فين؟ هل افادتني في اي حاجه؟ هل بصيت لي على المستقبل؟ هل ادتني اي انسايتس؟ طلعت لنا عصر جديد منها، وهي حاجه اسمها الايه؟ التوز ماتريكس. التوز ماتريكس عملوا ايه؟ هم شقلبوا، يعني هتلاقوا ايه؟ توز عكس سوات. ماشي، هم سموها كده. الفكره في ايه؟ الفكره ان هو قال لك انا لما بعمل تحليل، بس مجرد ما بعمل تحليل، اوكي، ما استفدتش اي حاجه، فانا عايز من التحليل ده ابدا ادخل في مرحله ايه؟ ان انا اطلع استراتيجيات. يعني احنا هنتنقل هنا من السيتويشن للايه؟ للاستراتيجيز. يعني المفروض محلها مكانها تتحط فين؟ في اول الاستراتيجيز. حطينا فوق الانترنال فاكتورز اللي احنا قلنا ايه؟ السترينثز والويكنسز، نقاط القوه ونقاط الضعف. وحاطين على الجنب، اوكي، الاكسترنال فاكتورز اللي هم الايه؟ الاوبورتيونيتيز والثريتس. هنيجي بقى نعمل ايه؟ يعني كروسنج، او ناخد حاجتين مع بعض، هناخد السترينثز مع الاوبورتيونيتيز ونسميها الاس او. طب يعني ايه؟ بمعناها ببساطه ان انا بحكم ان انا عندي نقاط قوه وجاي لي اوبورتيونيتيز من بره،
فبالتالي انا واقف على ارض صلبه بنقاط قوه، اقدر اقتنص الفرص بشكل ايه؟ مثالي. تعالوا للويكنسز مع الاوبورتيونيتيز. انا عندي نقاط ضعف وعندي في فرص جايه لي، ازاي بقى استغل الفرص دي في تدعيم نقاط الضعف عشان احولها لايه؟ نقاط قوه. يعني ازاي استغل الفرص في ان انا احول نقاط الضعف لنقاط ايه؟ قوه. ناخد بقى السترينثز مع الثريتس. التي اس او الاس تي في الاخر هم كروسنج مع بعض. هعمل ايه؟ استغل نقاط القوه بتاعتي في مواجهه التهديدات. بما اني ده تهديد قدامي، ممكن لما اواجهه يحصل ايه؟ احول بنقاط القوه بتاعتي دي لما اتفادى او اواجه التهديدات. فبالنسبه لي بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا ايه؟ بيبقى في فرص اكتر واكتر. تمام؟ هنا بتتحول لفرص. اخر واحده واصعب واحده، الويكنسز مع الثريتس. انا عندي ايه؟ انا عندي نقطه ضعف وجاي لي تهديد، هعمل ايه؟ هتفاداه. يعني ما اعملش تاتش مع التهديد لان انا مش ناقص. انا عندي نقطه ضعف وهيجي لي تهديد هيقسمني نصين. تعالوا بقى نقول مثال. المثال ده على ايه؟ باودر كان هو منافس موجود حتى الان ومعمول له ري براندنج حاليا. هو مصري طبيعي مش نبات الدهن، بس عندهم مشكله ان هم ما بيوزعوش في كل الايه، في كل المحافظات، ما بيبقوش موجودين غير في الهايبر ماركتس، اوكي، والسوبر ماركتس كبيره قوي. فدي مشاكل. الاول بنعمل ايه يا شباب؟ بنعمل سوات اناليسيس عادي خالص، وبرص كل السترينثز، برص كل الايه الويكنسز، برص كل الاوبورتيونيتيز، كل الايه الثريتس، وبقول اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 اس الى ما لا نهايه. نفس الحكايه في الدبليو، نفس الحكايه في الاو، نفس الحكايه في التي. وبعدين باجي اعمل ايه؟ باجي اخد مثلا اس 1 مع او 14، الاثنين دول مع بعض هيجيبوا لي ايه؟ هيعملوا لي استراتيجيه كويسه. انا هنا عملت ايه؟ انا عندي اس من الاسز. هنيجي السترينثز مع الاوبورتيونيتيز. فانا عندي كان سترينث ايه؟ ان انا اكزيستنج براند، انا موجود من سنه 1996، اوكي، وعارف الصناعه دي شغاله ازاي، وعارف الدنيا دي كلها، وسعري الطف من الافريج امونج كومباترز. الاوبورتيونيتي ان انا عندي طلبات كتيره قوي بتطلب ان انا اروح الديستريبيوشن فين؟ المحافظات. كلمه اكسباندنج للنيو ماركتس دي جايه منين؟ جايه من ناحيه البيزنس ليفل. قال لهم ايه؟ قال لهم والله لا، احنا ممكن نتوسع في المحافظات الجديده وانا هزود لكم الانتاج. لما يقول له زود الانتاج وندخل اسواق جديده، المفروض بتاع الماركتنج الاستراتيجيه بتاعته تكون ايه؟ بتاع الماركتنج هنا بتاع توزيع، هيقوم بدوره كديستريبيوشن، هيبدا ايه؟ يوزع في مناطق ايه؟ جديده، ويشوف فين اماكن التوزيع وايه الاماكن التوزيع اللي تبقى كويسه. بتاع الديجيتال ماركتنج هيعمل ايه؟ حلو قوي. ازاي اعمل سوشيال ميديا ادفرتايزنج مظبوط للناس، اقول لهم ان انا وصلت محافظه كذا. معانا ويكنسز مع اوبورتيونيتيز. احنا مش موجودين في السوبر ماركتس، موجودين بس في الايه؟ في الهايبر ماركتس، يعني موجودين في الحاجات الكبيره بس. عندنا ايكواليتيز كتيره جدا بسبب الموضوع ده. بتاع الديستريبيوشن بقى هنا الماركتنج ليفل، ان احنا نتوسع في التوزيع، دي بتاعه الماركتنج مش بتاعه البيزنس. هيجي بتاع السوشيال ميديا ماركتنج هيعمل ايه؟ لما نبدا نحط المنتج مثلا في الاكشاك وفي الماركتنج الصغير، الماركت الصغيره وهكذا، هيعمل ايه؟ هيبدا يعمل اعلان للناس اللي في الجيم مثلا، ان هو موجود في جيمات كذا وكذا وكذا وكذا، انه مش عارف هيتعمل فين وفين وفين، ان موجود مثلا في سوبر ماركتس كذا وكذا، موجود حواليك في اي مكان. يعمل حد بيدور عليه في السوبر ماركت ده وفي الماركت ده وفي الماركت ده، فيجيب ايه؟ اعلان يوضح الايه؟ حته الاكسباندنج ان ديستريبيوشن. السترينث مع الثريتس. عندي لويال كاستمر موجودين، وعندي سعري امونج الكومباترز افريج. جالي تهديد الانفليشن ده. في وقت الانفليشن حصل ان الناس بدات تتزحلق، مش طبقات بدات تتزحلق. مش انا الانفليشن ده الناس اللي كانت بتشتري مني المنتج هيبقى السعر بعد كده غالي عليهم، وانا كده خسرت الطبقه اللي كانت معايا. ايه اللي هيحصل للطبقه اللي كانت فوق؟ تتزحلق عندي. هل هكلمهم بنفس الخطاب اللي كنت اكلم بيه الطبقه اللي تحت؟ لا. هل في نفس الاماكن؟ لا. فالماركتنج برضو هنا في مرحله الماركتنج هيعمل ايه؟ هيركز فيه، هيبدا يستثمر ويفوكس في البرودكت اويرنس. هيعمل كامبينز برودكت اويرنس فين؟ عشان تبدا تعمل اكوزيشن للكاستمر اللي نازلين منين؟ من الطبقات اللي فوق، اللي كانوا ايه؟ اللي بيستخدموا منتجات كانت اغلى. اجي لما اجي اعمل ادفرتايزنج، تعالوا الاول في الاوفلاين، هيجي يعمل ادفرتايزنج فين؟ هيروح فين؟ هيروح بقى الجامعات الانترناشونال، وهيروح المدارس اللي هي الانترناشونال، وهيروح النوادي. ومش ليه هيجيب الطبقات اللي بتتسقط دي؟ هعمل سوشيال ميديا مختلف بقى. بدل ما كنت اجيب الكشك والشباب واقفين عند الكشك، اجيب شباب واقفين جنب عربيات مش عارف شكلها عامل ازاي وبيعملوا سباقات، وبعد ما يخلصوا هجيب الشباب اللي في الجيمات